السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بقالنا كتير جدا ما بنعملش دروس خالص، بس ان شاء الله اللي جاي اجمد اجمد اجمد. طيب النهارده بقى حاجه تكنيكال كده سريعه، عشان ناس كتيره سالت انت ازاي بتستخدم كلود اللي لسه نازل وعامل ضجه مع بلندر. هي اخيرا بلندر عملت تعاقد مع برنامج كلود ان هم خلاص يدوا اكسس كامل على بلندر ان هو يبدا يساعد الناس الارتست اللي هم بيشتغلوا على اي حاجه، حرفيا على اي حاجه. طيب النهارده بقى نتعلم ازاي نسطب بالكلود على بلندر، فمن غير كلام كتير يلا بينا. طيب قبل بقى ما نبدا عايزك بقى تشترك في القناه وتعمل لايك وتعمل شير وتبعته لصاحبك اللي هو لسه ما بداش اصلا. فمن غير كلام كتير يلا بينا. اول بقى ما نبدا نلبس بقى النضاره، الناس القديمه عارفه الكلام ده. فاول حاجه هنعملها مبدئيا كده هتسطب 5.1. كلوب بيشتغل على 5.1 تمام. لو شغال قبل 5.1 مش هيشتغل، 5 على ما اعتقد مش هيشتغل برضو. فاول حاجه هنعملها هكون انا سايب لك لينكين تحت في الديسكريبشن. اول واحد هتمسك كلود هتحمله بتاع الويندوز او الماك. الطريقه يا جماعه اللي احنا هنشرحها تنفع للماك وتنفع للويندوز. اول حاجه هتسطب كلود تمام. بعد ما تسطبه تبدا تعمل ساين ان عليه بالاكونت بتاعك الجيميل او اي اكونت وتبدا تخش بالشكل ده تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه هكون سايب لك برده اللينك التاني في MCP سيرفر بتاع من بلندر. هتقوم واخد الدراج اند دروب فين في بلندر وتقوم راميه. طبعا عشان انا مسطب الادون دي اللي هي MCP من الاخر. MCP ده دي ال يعني ايه الفيشه اللي بتتوصل في بلندر. ده بلجن انا قلت اقولها لك بالطريقه العاميه دي عشان الناس كلها تفهم. كده تيجي على الايديت عشان تتاكد وبريفرنسز تمام وتسرش في هنا MCP تمام. هتعلم عليها مش متعلم عليها ودوس اوتو ستارت. وبعد كده تيجي على السيستم تمام. وبدل ما هي مطفيه عشان انت هتلاقيها مطفيه الالاو اونلاين اكسس، هتقوم دايس ايه اونلاين اكسس تمام وتدوس سيف وتطلع بره. تاكد اللي جنب 5.1 مش موجوده اي حاجه تمام. وبعد كده تيجي على كلود تمام. تيجي هنا على السيتنج، تيجي على الاكستنشن وتيجي على البراوس تمام وتبحث على بلندر. بعد ما تبحث على بلندر هتقول له انستول، تيجي على الزرار ده اولويز الاو تقول له اديني اتاحه لكل حاجه على بلندر. طيب هترجع خالص هتيجي بقى هنا على الشات. اول حاجه تقول لكلود ايه انا فاتح بلندر انت شايف ايه. احنا بس بنعرفه ان احنا فاتحين بلندر وان هو عشان خلاص هو خد الاكسس فهو خلاص هو يشتغل على بلندر، فاهم قصدي؟ فبيبدا يديك هنا تحميل يقول لك ايه جيت ويندوز سكرين شوت. بيبدا ياخد هو سكرين شوت مع نفسه انا شايف ايه في بلندر تمام. فبيقول لك هنا ايه بقى بعد ما احمل انا شايف بلندر عندك فاتح الافتراض الاساسي وما اعرفش ايه في كيو في لايت في كاميرا في كل حاجه. فهو بعد ما بيخلص قول له ايه بقى بص بقى عشان تتاكد ان هو شغال امسح كل حاجه في المشهد. بص بقى اللي هيحصل، ركز هنا في بلندر بص اللي هيحصل. بص بيبدا يتحمل كل حاجه اتمسحت. عايز الاجمد قول له ايه بقى بص بعد ده كله قول له ايه ضيف سوزان القرده. ركز اوعى ما تركز هتلاقيه بيحمل سوزان اتضافت، خدت بالك؟ فبس كده. طبعا لو في بقى ناس واجهتها مشاكل في الانستول بتاع بلندر على كلود في برضه حل تاني انا سايبه لك. هتيجي بقى على الديفلوبر تمام. وبعد ما انت حملت الام سي بي ده تدوس عليه ايديت تمام. وبعد كده تخش هنا كده هتفتحها نوت باد بقى. دي هكون انا سايب لك اصلا سكريبت تمام. هكون انا سايب لك سكريبت هتاخده كوبي وتيجي هنا في الاخر عند اخر واحده تدوس ايه بيست وتسيف وتطلع بره وتقفل كل حاجه وتفتحها تاني تلاقيها اشتغلت. وبس كده. ده كده كل فيديو النهارده. وما تنساش تدعمني بلايك واشتراك وان شاء الله التوتوريال الجاي كتير. سلام.